الحكومة تدعم كل خبزة بدرهم واحد. إليكم التفاصيل. قال مصطفى بيطاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة خصصت 22 مليار درهم هذه السنة لدعم أسعار غاز البوتان. وذكر الناطق الرسمي للحكومة في ندوة صحفية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس أن سعر البوطة الحقيقي هو 135 درهما، فيما سعرها اليوم عند البقال 40 درهما. بيطاس أوضح أن الحكومة تؤدي سنويا 22 مليار درهم للحفاظ على دعم الأسعار. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تعمل بشكل تدريجي لإخراج السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الأسر المستحقة لدعم غاز البوتان. من جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تخصيص 8.5 مليار درهم لدعم أسعار الدقيق، موضحا أن الخبز التي تباع اليوم بدرهم فاصل 20 فيها درهم ديال الدعم.